يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالى ما اقولك على وصفة هتخلي ذكر الوز عندك بإذن الله يوصل ل5 و6 كيلو. بس اهم حاجة لازم تعرفيها ان انتي تفصلي اللي انتي هتسمنيه واللي انتي هخليه للرقد والانتاج، لان لو انتي حطيتي الوصفة دي للي هيبيض وينتجلك هيليس الوز ده، هتليس. تاني حاجة ممكن تبيضلك بس بيض قليل جدا، فتعزلي ده عن ده. كده كده ذكر الوز بيبقى معاه 2 أو 3 بكتير قوي، ما كتريش عن كده. الخلطة يا جماعة، خلطة التسمين للوز. اول حاجة العيش الناشف. عيش الناشف ممكن تجيبي 4 ترغيفة ناشفين وتدششيهم بايد الهون جامد او باي حاجة. الوصفة دي يا جماعة من بعد ال40 للوز ممكن تحطيها، بس تدششي العيش جامد. يعني لو الوز صغير تدششيه شوية عن ما هو كبير كده. تاني حاجة الردة. هتجيبي كيلو ردة عليه كيلو شيشة، في ناس بتقول عليها مجروشة، ماشي. وهتجيبي كيلو علف للتسمين يا جماعة، مش العلف البياضة، علف للتسمين. وهتحطي عليهم معلقة ملح. الملح يا جماعة اول حاجة هيعطشهم، هيخليهم يشربوا، بالتالي هيهدموا بسرعة يروحوا ياكلوا تاني. ومعلقة خميرة. الخميرة ممتازة جدا لفتح الشهية. هتقلبي ده كله على بعضه، تحطي عليهم ندعة مية وتقلبي كله مع بعضه وتحطه له. هتذبحي بقى الوز، يعني لو انت عايزه تذبحيه بيتذبح من، في ناس بتذبحه من 3 شهور، بس مش هيكون وزنه معاكي اللي هو هيبقى مثلا 2 كيلو ونص 3 الا. لكن بعد 4 شهور ونص باذن الله هتلاقي الذكر الوز وصل معاكي ل5 كيلو، 5 كيلو ونص كمان، ويوصل ل6. والاملاح والفيتامينات يا جماعة، الاملاح المعدنية والفيتامينات دي اهم حاجة لازم تحطيها للوز، لان هي بترفع المناعة وبتقوي العظام، فبالتالي لما العظام بيتقوى فبيشيل لحم. كل ما العظم بتاعه بيقوى فبيشيل لحم اكتر. في فيتامين بشر حلو جدا اللي هو في دروب يا جماعة، بتحطي منه 5-6 نقط في المية وتوقفيه، يعني تمشي عليه 5 ايام وتوقفيه 10 ايام وترجعي تديهولهم تاني. ممتاز جدا يا جماعة. يا ريت يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس يا جماعة وتشتركوا في قناة اختكم. مع السلامة.